قلنا قال ابن سيدم معشر العشاق في كل الأماكن ما هي نصيحتكم للعاشق قصته جدا حزين حكايته مخلص ولكن هو بنفس الوقت خاين المعذرة لا بتوضح كل شيء للسامعين حبيت وانا في زهور العمر من فاق المحاسن واعطيت له مفتاح قلبي وامتلكني من سنين وحلوت الايام واشراق السعادة كان باين وهو كذلك حبني وهدى زهور الياسمين وتبادل القلبين احلى ود صافي بالتوازن وعشوشب الحب الذي بالقلب وتشكل جنين وجاتنا طفله هدية ربنا واصبحت ضامن صغيرتي ريهام تبقى فرحتي دنيا ودين الله يحفظها. وبعدها سافرت غربة في اوروبا كنت راكن مفتاح قلبي باليمن والقلب لا يمكن يلين واقسم لكم بالله ما فكرت عمري بي كاين عاهدتنا محبوبتي قبل السفر ابقى امين ويوم وانا كنت فوق القطر مسترخي وامن وكان قدامي غزال اشقر من المتحضرين شفته غمز فجأة وقلبي دق وتلفت عاين ظنيت ما هو لي وعاودها وخلاني دفين كم هير وانا سرت قالت لي هوري وقلت فاين اي لايك وقالت وبعد اي لايك يو سيد مسجين وقلت يو الكم ولكن ما على شكلي مفاتن معناه مهند ذي بحلقة نور حق التركي انا قبيلي في ريم الغالية عايش وساكن يمكن تسرعتي وقالت نار اعجابي يقين سيلنت خلتني دقايق هكذا ما انا بكاهن وما يقود العشق ما يعرف حواجز يا ظنين لما سمعت اي لافيو قلبي يتحول اونلاين الله اكبر الله اكبر. لما سمعت اي لافيو قلبي يتحول اونلاين وخنت ذي عاهدتها غصبا على هذا الجبين سافرتنا والفاتنا ساعات في عمق الجناين ولا افترقنا بعد ذاك اليوم فترة عايشين زوجتها نفسي وهي نصرانية طبعا ولكن مرت سنة حتى اسلمت صارت بكشف المسلمين علمتها القرآن والسنة وتكبير المآذن صليتنا والفاتنا طاعة رب العالمين. على العموم هذه نهاية قصتي حق الطباين وباقي أشياء تعرفونها كلكم متأكدين من طاح بين اثنين بتحداه لو يقدر يراهن إن السعادة في حياتها مستمرة آسفين. الحب الأول هو أساس المسألة ظاهر وباطن وما أتى بعده يسمى حب لكن مش ثمين. باي الله يوفقك.